دكتور أنا عندي حموضة وخدت فوار ومرتحتش. أوقات كتيرة الوجع ده ما بيكونش من المعدة، بيكون من القلب، ولا قدر الله ممكن يكون جلطة. شرايين القلب وخصوصا الشريان التاجي السفلي نايم مباشرة فوق الحجاب الحاجز. لما بيحصل فيها تعب أو انسداد الألم بيسمع في فم المعدة. المريض بيحس بتعب وحرقان وبيفكرها من القولون أو أكلة تقيلة. طب إزاي نفرق ما بين وجع القلب ووجع المعدة؟ الوجع ده يا ترى من القلب ولا من فم المعدة؟ الوجع بيزيد مع أقل مجهود، حتى لو مشي بسيط في البيت، معاه عرق بارد ومفاجئ ونهجان. لو الوجع مسمع في صدرك وكتفك الشمال ورقبتك وفكك، الأعراض دي بتكون خطورة في القلب ومش في المعدة ومتستهنش بيها ضروري. وانت عندك مريض سكر فخلي بالك، لأن مريض السكر بالذات ما بيحسش بأي وجع. أما لو انت مريض سكر وضغط وحسيت بحرقان مفاجئ في فم المعدة وما بيروحش، بلاش فوار، اطلع دايما على الطوارئ واعمل رسم قلب وانزيمات قلب. رسم القلب بفلوس قليلة بس ممكن ينقذ حياتك. شارك الفيديو ده، ممكن يكون سبب في إنقاذ إنسان النهاردة. مقبولة وإفطار شهية، رمضان كريم.